ملخص الشوط الاول مباراة النادي البركاني والرجاء الرياضي هنا بأرضية ملعب البلدي بمدينة بركان. دخل الطرفان معا برغبة كبيرة من أجل الوصول لشباك الطرف الآخر. الرجاء الرياضي كان هو صاحب المبادرة على مستوى البناءات الهجومية في دقائق هذه الجولة الأولى في ظل تحفظ النادي البركاني والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. هنا الكرات هنا من حمزة خاب. الحكم أعلن عن ركلة جزاء، وجه بطاقة حمراء لحمزة الركراكي بعد العودة للفار يلغي القرارين معا، سواء ركلة الجزاء وكذلك البطاقة الحمراء التي وجهها لحمزة الركراكي. ونتابع عادة هذه اللقطة. بعد ذلك تحرك النادي البركاني في أمل الوصول للشباك. هنا كرة في اتجاه جبريل وترى لم يتمكن من تحويل الكرة نحو شباك الحارس ليستر سيتي. الرجاء نور من خلال بعض البناءات الهجومية، تارة وجدت الدفاع وتارة الحارس حمزة الحمياني. النادي البركاني كان بإمكانه أن يصل للشباك. هنا لقطة الفرصة الأبرز للنادي إبراهيم بحراوي يراوغ يسدد، لكن وجد أمامه حارس اسمه أنس الزيتي الذي تصدى لأخطر وأبرز فرصة برتقالية في هذه الجولة الأولى. ندية كبيرة شهدتها دقائق هذا الشوط الأول، وكما قلت ما كان ينقص هو الوصول للشباك. هنا تسديد الكرة جانبا عن مرمى الحارس حمزة حمياني. تسديدات محمود بن تايك. الشوط الاول ينتهي بالتعادل السلبي. تحيه طيبه، اهلا وسهلا بكم لمتابعه ملخص الشوط الثاني مشاهدينا الكرام بين نادي بركان والرجاء الرياضي بعد نهايه الجوله الاولى ب0-0. بدات تظهر بعض بوادر الفرص والاهداف في هذه الجوله الثانيه. أولى البناءات عامر فريق الرجاء الرياضي الذي بحث لزيارة شباك الحارس حمزة حمياني. رد عليه النادي البركاني من خلال هذه الفرصة التي اكتست طابع الخطورة. بكر الهلالي تسديدة متابعة من الحارس أنس الزيتي، ثم جاءت بعد ذلك المتابعة من جانب مهاجم النادي البركاني، لكن يغطي حركاس الذي يتمكن من انقاذ مرمى الرجاء الرياضي من هدف محقق. الرجاء الرياضي يجرب الاخر هنا طويله اماميه حمزه الحمياني في الموعد والمكان المناسبين. يسري بوسوق تقدم هنا سدد جربة مرمى الحارس حمزه الحمياني. اخطر كان الرجاء الرياضي من خلال بعض الفرص كما وشان كذلك بالنسبه للنادي البركاني الراسيه. كانت من يوسف الفحلي ترتد الكره. الرجاء الرياضي سيتمكن من التسجيل. هنا تمويم يسري بوسوق تصل الجهه اليمنى عرضيه ثم راسيه من الابطي وابعاد من حمزه حمياني. اغلب الفرص فرص التهديف كانت للرجاء الرياضي، وان كانت فرص محسوبه على رؤوس الاصابع كما يقال. مبادره من جانب ساكن الهبطي لخابه عمليه التمويل لفائده منزريدا. كنترول بطريقه اللاعبين الكبار، يسجل واحد من اجمل اهداف هذا الموسم وبطريقه اللاعبين الكبار في مرمى الحارس حمزه خابه. هدف جاء في حدود الدقيقه 83 من لاعب محمد زريده. الرجاء الرياضي بعد ذلك تقريبا ب 7 و8 دقائق انطلاقه جميله من جانب محمود بن تايك الذي يسكن بيساريه في مرمى حمزه حمياني. الهدف الثاني قتل احلام النادي البركاني العوده في نشاط المباراه ويزكي تقدم الرجاء الرياضي ويعود من خلاله بانتصار غالي والثمين من قلب الملعب البلدي مدينه بركان. انتصار الثاني تولى الرجاء الرياضي، انتصار مهم على حساب فريق النادي.